النهاردة هنتكلم عن جريمة غامضة جدا، ولحد دلوقتي محدش قدر يتوصل للجاني اللي عمل الجريمة البشعة دي. لو عايزين تعرفوا ايه هي تفاصيل الجريمة دي خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. في يوم 15 يناير سنة 1947 وحوالي الساعة 10 الصبح كان في سيدة من ضواحي مدينة لوس أنجلوس اسمها بيتي كانت بتتمشى هي وبنتها الصغيرة اللي عندها 3 سنين في حديقة قريبة من بيتها. السيدة دي وهي بتتمشى لاحظت جسم غريب بين الحشائش واللي كانت بتفكرها مانيكان لعرض الملابس. ولما السيدة قربت أكتر من الجسم الغريب ده اتفاجئت باللي شافته وجريت بسرعة عشان تبلغ الشرطة، لأنها اكتشفت إن الجسم الغريب ده هو جثة بشرية مشوهة، وهي جثة واحدة اسمها إليزابيث شورت. هنرجع للبداية عشان نتعرف مين هي إليزابيث شورت. إليزابيث اتولدت سنة 1929 لأسرة بتتكون من 7 أفراد في مدينة بوسطن. انتقلت الأسرة كلها بعد كده من مدينة بوسطن لمدينة ميدفورد، ودي المدينة اللي اتربت وكبرت فيها إليزابيث. والدها كان بيشتغل في مجال بناء ملاعب الجولف. وفي سنة 1929 حصلت أزمة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية اتعرفت باسم الكساد الكبير، وده للأسف أثر جدا على أوضاع والد إليزابيث الاقتصادية وخسر معظم فلوسه. فاضطر والد إليزابيث إنه يهرب لولاية فلوريدا ويسيب ولاده، وكان وقتها إليزابيث ما كانتش كملت عامها الأول، فاضطرت والدة إليزابيث إنها تشتغل كمحاسبة عشان تتكفل بمعيشة أولادها. عدت الأيام وكبرت إليزابيث وعرفت مكان أبوها فين وراحت عشان تعيش معاه، وكانت بتزور أمها وأخواتها من وقت للتاني. واشتغلت إليزابيث كنادلة في مطعم صغير، واتقبض عليها سنة 1943 بتهمة تناول الخمور دون السن القانونية، واتخانقت مع والدها وقررت إنها تسيبه وتهرب وتعيش لوحدها. ارتبطت إليزابيث عاطفياً بأكتر من شخص، منهم كان ضابط بالجيش الأمريكي واللي مات في الحرب العالمية التانية سنة 1945. وبعد موته ارتبطت بضابط تاني واللي كان عايش في مدينة لوس أنجلوس، واللي قررت إليزابيث إنها تسافر وتعيش معاه هناك. وقررت كمان إنها تروح لمدينة هوليوود عشان تشتغل في مجال السينما، لأنها كانت بتحلم من صغرها إنها تبقى ممثلة مشهورة ومعروفة. ولكن للأسف ماتت إليزابيث بعد 6 شهور بس بعد ما راحت عشان تحقق حلمها في هوليوود. وللأسف كمان ما اتشهرتش في مجال التمثيل اللي كانت بتحلم بيه من صغرها، ولكن اتشهرت إليزابيث بلغز مقتلها الغامض والمحير اللي حير الملايين من الناس. ونرجع تاني لجثة إليزابيث، وزي ما سبق وقلنا إن السيدة بيتي لما اكتشفتها جريت بسرعة لأقرب بيت من مكان الحادثة وطلبت الشرطة. وفعلا وصلت الشرطة وانتشرت في المكان اللي موجود فيه جثة إليزابيث عشان يتفاجئوا ببشاعة منظر الجثة. فكان منظر الجثة صعب وصفه جدا. كانت جثة إليزابيث مشوهة بالكامل ومقطوعة بالكامل لنصين من منطقة الوسط، وكانت الجثة ما فيهاش ولا نقطة دم، كأن القاتل صفاها تماما من الدم. ولاحظ رجال الشرطة كمان إن القاتل قام برسم ابتسامة وجه الجوكر على وجه إليزابيث عن طريق عمل جروح كبيرة على زوايا الفم. واكتشفوا كمان آثار حبال على الإيدين والقدمين والرقبة، وده بيدل إن القاتل قام بتعذيب إليزابيث قبل ما يقتلها. وكانت الجثة كمان مليانة بالجروح في منطقة الفخذين والثديين، والقاتل كمان قام باستخراج أحشائها وحطها بعناية تحت منطقة الأرداف. فعلا منظر الجثة كان بشع جدا. تم نقل جثة إليزابيث للمشرحة، وبمطابقة أصابع إيديها تم التعرف على إن الجثة بتعود لإليزابيث شورت. وانتشر خبر مقتل إليزابيث في كل الصحف والمجلات وبقت خبر الساعة. كتبت معظم الصحف عن جريمة القتل البشعة، واتشهرت القضية باسم قضية مقتل الدالية السوداء. اتشهرت إليزابيث شورت بلقب الدالية السوداء، وده كان عشان إن إليزابيث كان شعرها أسود فاحم وعينيها زرقاء، وغالبا كانت بتزين شعرها بزهرة الدالية، وبكده اتشهرت إليزابيث زي ما كانت بتتمنى بالظبط.
بس للأسف بعد ما اتقتلت. بس مين بقى اللي قتل إليزابيث شورت؟ كانت نتائج التشريح لجثة إليزابيث بتقول إن كان في علامات ربط حبل على القدمين والإيدين والرقبة زي ما قلنا قبل كده، وكان في كمان كدمات كتيرة قوي على وشها وعلى راسها، وإن سبب الوفاة هو النزيف اللي حصل لها بسبب الكدمات اللي في وشها والضربات الشديدة اللي في الرأس اللي تعرضت لها إليزابيث. وأكدت كمان نتائج التشريح إن إليزابيث اتعرضت للاغتصاب وجميع أنواع الاعتداء الجنسي، وإن مفيش حد يقدر يفصل الجثة لنصين ويصفيها من الدم إلا إذا كان قاتل محترف جدا. استمر المحققين في التحقيق في قضية إليزابيث، واكتشفوا إن حياتها كانت فوضوية جدا، وكان ليها علاقات متعددة مع رجال كتيرة جدا، وما كانش ليها أي أصدقاء مقربين، وكان هدف علاقاتها المتعددة دي الوصول للشهرة والنجومية. عشان كده بدأ يشك المحققين إن اللي قتلها كان واحد من الرجال اللي كانت بتعرفهم إليزابيث، وإن اللي عمل فيها كده يا إما جراح أو شخص ليه معرفة كبيرة جدا بالطب. استخدم المحققين قائمة بعناوين وأرقام التليفونات اللي لقوها في شنطة إليزابيث، ووصل عدد المشتبه فيهم حوالي 250 شخص اتحقق معاهم كلهم، ولكن للأسف لم يتم إثبات أي حاجة على أي شخص منهم. ولما أيقنت الشرطة بصعوبة فك طلاسم القضية دي، تم دفن إليزابيث شورت في مقبرة ماونتن فيو في أوكلاند، وتوقفت التحريات والتحقيقات، وما بقاش إلا البلاغات الكيدية والكاذبة من بعض المواطنين العابسين. إليزابيث ما كانتش الضحية الوحيدة في لوس أنجلوس، مدينة اللهو والرذيلة والفساد. كان في بنات كتير تم إجبارهم على إقامة علاقات غير مشروعة مع رجال كتير من ذوي السلطة والمافيا بعد فشلهم في الوصول للشهرة والمجد. فالبعض اتهم رجال السلطة إنهم كانوا السبب الرئيسي في قتل إليزابيث، لأنها كانت على علاقة مع رجال كتير منهم، والبعض اتهم رجال المافيا بالتدخل في جريمة إليزابيث، والبعض اتهم إليزابيث نفسها إنها كانت مجرد عاهرة سلمت نفسها لرجال السلطة عشان الفلوس والشهرة والمجد والنجومية. ولكن من وجهة نظري الشخصية فبقول إن السبب الأكبر في كل اللي حصل لإليزابيث هو التفكك الأسري اللي حصل في أسرتها من زمان، وبعد أبوها عن أمها. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.